بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تغيير رقم التليفون المرتبط بحسابي على شام كاش. أنا بالنسبة لي عندي حساب بشام كاش، وطبعا أكيد بالمفروض إنك تكون بالحالة الطبيعية رابطه بحسابك برقم التليفون الخاص فينك بالإضافة للبريد الإلكتروني. أنا بالنسبة لي بحالتي اشتريت رقم جديد، رقم هاتف جديد، وحابب أعمل إزالة للرقم القديم وأضيف رقم جديد. يا ترى كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة بكل بساطة على الشكل التالي: بعد ما نفوت على تطبيق شام كاش راح ننزل لتحت بالأسفل، راح نشوف في عندي بالأسفل في عندي أربع أيقونات. راح نشوف في خيار اسمه حسابي، نكبس عليه ضغطة. بعدها راح نكبس على الشكل التالي، الخيار اسمه معلومات الحساب، نكبس عليه ضغطة. مثل ما شايفين عنده عم يعرض لي هون اسم الحساب، البريد الإلكتروني المرتبط بهذا الحساب، بالإضافة إلى رقم التليفون. اللي راح نعمله على الشكل التالي، راح نكبس على القلم الموجود عندي هون، نكبس على القلم، نكبس عليه ضغطة هيك. عم يخبروك تغيير رقم الموبايل الخاص بك، أعطيك كلمة تأكيد، يعطيك رقم التليفون الخاص فينك. يعطيك رقم التليفون الخاص فينك. راح نعمل على الشكل التالي، راح نعمل حذف للرقم القديم، نعمل حذف للرقم القديم. حذفنا الرقم القديم، راح ندخل رقم جديد. بعد ما دخل الرقم الجديد راح نكبس على كلمة تأكيد. بعد ما نكبس على كلمة تأكيد راح يجيني كود على شكل رسالة SMS يطلب مني تأكيد رقم التليفون. وهي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني غير رقم التليفون المرتبط بحسابي على تطبيق شام كاش. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.